سوا على الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ايه ده، ايه ده؟ طعم الليمون بوم قوي، بوم قوي. بص، زبده. بص الورك ده، ده مخلع خالص. بص ده عامل ازاي، مخلع خالص. ده عامل له سنيه ده. بص ده بقى عامل ازاي. بص العظمه دي بكل سهوله. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم جوعتني. النهارده هعمل فراخ شوايه او فراخ مشويه بس في الفرن بطريقه جديده، هغير بيها فكره الفراخ الشوايه اللي بنعملها في الفرن كالطبيعي جدا، سواء بقى لوحديها او في بطاطس او في طاجن او الكلام ده كله. طريقه جديده لقيتها على الانترنت، حلوه جدا، عجبتني وان شاء الله تعجبكم، وهنعملها دلوقتي مع بعض. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي مشترك يشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده مع بعض ان شاء الله. يلا بينا. اول حاجه انا نضفت الفرخه، نقعتها في ميه بخل وليمون وملح، وسايبها لمده ساعه تتنضف كده مع بعضيها والخل والملح. وعلى ما تنضف تعالوا نعمل التتبيله اللي هنتبل بيها الفراخ. اول حاجه احط معلقتين من الزبادي، ونحط معلقتين هريسه حاره، ونحط معلقتين صلصه. هنحط بقى التوابل بتاعتنا: ملح، فلفل اسمر، 7 بهارات اللي هي البهارات المشكله، كزبره ناشفه، جنزبيل، وبابريكا مدخنه. هنحط خل، هنحط زيت، ونقلب الكلام ده كله. عندي بقى ليمونتين مقطعهم شرايح نحطهم معاها. افتكرت حاجه كنت ناسيها، انا ما حطيتش زعتر. الزعتر هيدي طعم وريحه حلوين جدا. ولقيت عندي سماق برضو هتدي لون حلو، وبتدي كده تيست للناس الذويقه بيبقوا عارفينه. وادي الفرخه بعد ما طلعتها من المحلول، اديت لها كده كام فتحه في الصدر، نرزينا كده نفتحها بس عشان تشرب من التتبيله. انا شايل منها الجلد عشان تتشرب حلو. نحطها بقى ايه في التتبيله كده، ونعمل لها جلسه مساج مجانيه. مساج 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 جوه وبره. هنسيبها كده نايمه في التتبيله ساعة، ساعتين، 3 يوم، كل ده أحسن إن هي تاخد وتشرب من التتبيلة وفي نفس الوقت تطرى وتبقى كويسة. ودي كده الفرخة بعد ما طلعتها من التلاجة وشربت من التتبيلة براحتها خالص خالص خالص. هنجيب بقى ايه الكيس الحراري نفتحه كده اهو، وهنحط الفرخة جواه، ونديها خرم واحد بس كده اهو عشان التهوية. اجيب صينية احط فيها شوية مية من تحت، احط الفرخة كده اهو، وهحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة ونص. تشغل المروحة وهتسخن كلها مع بعضيها. بعد ساعة ونص وهي في الفرن، اخد بقى معلقتين كده من الصوص ده واحطهم هنا اهو، وادي للفرخة حنان سقسقوليا تاني. وادخلها الفرن تاني، احطها على الشواية لمدة 10 دقايق بس تاخد اللون، واطلعها تاني.
رشة البقدونس بقى، ولا اي كلام. تعالوا بقى نبص على السوا بتاع الحلويات دي عامله ازاي. بص الصدر، بص الحلاوه، بص التتبيله داخله فين. سوا على الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ايه ده، ايه ده، طعم الليمون بوم قوي، بوم قوي. بص، زبده، زبده، زبده. اعملوا لايك للفيديو ده، اشتركوا في القناه اللي ما اشتركش، وعلى زر الجرس. استنوا الفيديوهات الجايه. سلام.